هل عمرك فكرت انك بتستخدم الرياضيات بدون ما تحس؟ مش لازم تمسك آلة حاسبة او تقرأ معادلات. اوقات كتير كل اللي بتعمله انك بترتب حاجات، وده لوحده كفاية علشان تقول انا بدأت افهم اول خطوة في الرياضيات. النهاردة هنتكلم عن مفهوم بسيط جدا اسمه المجموعة. انت بتستخدم فكرة المجموعة كل يوم من غير ما تاخد بالك، لما بترتب هدومك الصيفي في جنب والشتوي في جنب، لما بتقسم موبايلك لفولدرز، فولدر صور وفولدر ملفات وفولدر اغاني. انت كده بتتعامل مع مجموعات. العقل البشري بيحب الترتيب، وده الاساس اللي بنبني عليه كل حاجة منطقية بعد كده. تعالى كده ناخدها واحدة واحدة. لو انا عندي مجموعة اغاني بحبها وليهم طابع مشترك واحساس معين، عملت لهم مجموعة. لو انا عندي كتب الدراسية انشأت ليهم مجموعة. لو حتى الناس اللي انا اعرفهم اقدر اقسمهم لاصحاب المدرسة، الكلية، الشغل، فكل دي مجموعات. الصفة المشتركة هي اللي بتخلي العقل يصنف، يركز ويشتغل. لما بننتقل للرياضيات بنكتب المجموعات بين قوسين مجعدين اللي هما بنسميهم الكيرلي براكتس، وبنفصل بين كل عنصر والتاني باستخدام الفاصلة. زي عندي مجموعة أعداد زوجية 2 4 6 8، أو مجموعة حروف كلمة علم عين لام ميم. الفكرة هنا في التمثيل باستخدام المجموعة إننا نخلي الحاجات دي منظمة وواضحة. في نوعين من المجموعات. النوع الأول هي المجموعة المنتهية، فعدد عناصرها معروف وأعرف نهايتها إيه، زي أيام الأسبوع أو شهور السنة. رقم اتنين، أنا عندي مجموعة غير منتهية، عددها ملوش نهاية، معرفش نهايتها إيه، زي مجموعة الأعداد الطبيعية. الفرق هنا مهم علشان نعرف نتعامل مع كل نوع في حل المشكلات. طب لو عندي مجموعة كبيرة وزي ما بيقولوا أخدت حتة منها صغيرة، يبقى اللي أخدته ده اسمه مجموعة فرعية. مثال بسيط، عندنا مجموعة العناصر إيه؟ 2 4 6 8، أخدنا منها مجموعة بي عبارة عن العنصرين 2 و4. كده أقدر أقول إن بي جزئية من إيه، بمعنى إن كل عنصر في بي موجود أصلا في إيه. فهتكتشف بعد كده إن الموضوع مش رياضة بس. في مجالات زي الذكاء الاصطناعي أول حاجة بنبدأ بيها هي مجموعة البيانات، يعني مجموعة صور أو مقالات أو تسجيلات صوتية، والكمبيوتر بيتعلم من العلاقات بين عناصر المجموعة دي. علشان كده بنكون محتاج نكون فاهمين إيه هي العناصر، إيه هي القواسم المشتركة، فين التقاطع، فين الفرق، وكل ده عمليات على مفهوم المجموعات. المجموعات مش مجرد رمز رياضي بس، دي أداة تفكير وأساس في كل حاجة بنعملها من غير ما نحس، من أول ترتيب حاجتك على مكتبك لحد تدريب نموذج ذكاء اصطناعي على تحليل اللغة. والخطوة الأولى في رحلتنا مع الرياضيات ببساطة هي إنك تبص حواليك وتبدأ تلاحظ إن أنت بتستخدم المجموعات طول الوقت. أهلا بيكم، ودي كانت أول خطوة في رحلتنا مع الرياضيات ببساطة. أنا فاطمة علي، بعمل على تبسيط المفاهيم الرياضية لأي حد حابب يدخل مجالات زي علوم البيانات والذكاء الاصطناعي حتى لو ما عندوش خلفية رياضية قوية. لو الفيديو ساعدك تفهم حاجة ما تنساش تسيب تعليق تحت وتتابع السلسلة علشان نكمل مع بعض خطوة بخطوة. أشوفكم في الفيديو الجاي.